السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم بتاريخ 31/7/2025. حلقة اليوم إن شاء الله هتحدث على موضوع خطير جدا جدا جدا. طبعا أنا بتابع الجروبات اللي على الفيسبوك والمنتديات اللي على جوجل، بيكون فيها رؤى جديدة، فيها رسائل، في استفسارات، لكن ما بعلقش على أي حد، باخد المعلومة وابتدي اشتغل عليها. في جروب على الفيسبوك اسمه أحباب الإمام المهدي. الجروب ده فيه متابع هناك نشر رسالة هقولها لحضراتكم، وطبعا قريت الرسالة وعاوز أشارك حضراتكم معايا في الرسالة عشان تعرفوا احنا وصلنا لحد فين، والسبب القنوات اللي بتتحدث على الإمام المهدي بدون علم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. عاوز تخش مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندك باب العلم الإمام علي بن أبي طالب. كذلك الإمام المهدي هو الولي الخط. عاوز تخش للإمام المهدي وتفهم عنه كل شيء، عندك باب الأولياء. صاحب الرسالة بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي كلام كتير في شأن الحديث عن المهدي. كنت قد أجريت بحثا منعزلا خارج السرب الكوني، لم أشاركه خلاصة بحثي مع أحد، واكتفيت بمتابعة مجموعات. الراجل دوت كان بيعمل أبحاث مع نفسه وما كانش بيشارك أبحاثه، يقصد السرب كوني. لم أشاركه خلاصة بحث مع أحد، بقول لك واكتفيت بمتابعة مجموعات وصفحات كتير، بالإضافة إلى قنوات عبر اليوتيوب، وكنت قد تخليت عن المتابعة بعدما شبعت من كلام متكرر. ودوت إلا أصحاب القنوات ما دخلوش من باب الأولياء، معرفش هم دخلوا من أني باب، وكل يوم يكرروا في الكلام. بعدما شبعت من كلام متكرر يدور في حلقة مغلقة عن شخصية المهدي، وبما أنني عدت مؤخرا قررت بعزم أن أواصل المسار في الحديث عن رجل حار في شأنه الباحثون والنقاد، مع إدراكي لصعوبة الحوار، لأن الحقيقة قد لا يتقبلها الدين. أمضوا سنوات دراسية في هذا المجال خلصوا فيه لما ظنوا إنه الحقيقة، ألا إنها كذلك وليست كذلك. الراجل هنا بيتحدث عن الباحثين والنقاد مع إدراكي لصعوبة الحوار، لأن الحقيقة لا يتقبلها الدين. ليه بقى؟ لأن الناس دخلت موضوع الإمام المهدي من قصص ألف ليلة وليلة، ما دخلوش من باب الأولياء. طبعا أنا لما قريت المنشور دخلت على التعليقات بتاعة المنشور لسه جديد، ما كملش 6 ساعات أو يوم. يعني لو دخلتوا على جروب أحباب الإمام المهدي هتلاقوا المنشور دوت لصديق أو متابع أنا معرفوش شخصيا، ولكن لقيت تعليق على المنشور ده. واحد علق قال له: صدقت، أنا من المؤمنين بقضية المهدي بنسبة 100%، لكن في مرة من المرات أتت امرأة أخبرتني عن أمور تخصني، ثم قالت لي أن المهدي قصة غير حقيقية وأسطورة. طبعا موضوع الإمام المهدي حقيقة، ولكن الدجال ليه أعوانه، وإحنا قلنا قبل كده إن المسيح الدجال بتساوي 218، نفس حسابهم الإعلام. طب الدجال ليه أذرع كتير، بيجند ناس، بيحكوا قصص خيالية عن الإمام المهدي عشان الناس توصل في الآخر لنفس التعليق ديت. اللي صاحب التعليق قالك إن قصة الإمام المهدي غير حقيقية وأسطورة. ابن عربي تحدث في نبوءاته، وهو ده الراجل الوحيد اللي أنا شفته
أنا معرفش حاجة عن الأولياء التانيين، بيتحدث عن الإمام المهدي كأنه عايش معاه. ابن عربي قال: وتظهر الطلاسم بالألغاز. الطلاسم دي ملهاش دعوة بالسحر، الحاجات الغير مبهمة. وتظهر الطلاسم بالألغاز ولا يعلمها إلا من فاز، فلا يتكلم بها إلا فتى الساحل، يبينها ببيانه ويعلنها بإعلانه، وينتصر بها بخلانه، ويؤسس أرقانها بأعوانه. فهو جامع الأرقام. جامع بتساوي 114 عدد سور القرآن الكريم. فهو جامع الأركان، له منبر منه يسمع، وينصت له إذا تكلم، ومنه الكل يتعلم، فينقلهم بلطائف فكري. ولطائف ديت حاجة روحانية. فينقلهم بلطائف فكره، ويعلمهم إلهام ذكره. إلهام دي تخص المهدي، لأنه هو بيتكلم عن علوم المهدي، فيفهموا المؤامرة. طبعا في مؤامرة بتتعمل على الإمام المهدي، واللي بيشجع الشخصيات اللي هم بيتكلموا عن الإمام المهدي وعاوزين يوصلوه قصة أسطورية، الناس اللي ما عندهاش علم بعلوم الأولياء. وابن عربي قال: في النبوءة يخرج الملحدون في آخر الزمان من مخبأهم بعد قرون من الاستراحة، بعلم دجل عقيم يخيل للغافلين إنه سليم. طب احنا عاوزين نفرق هنا ايه الفرق ما بين الإمام المهدي الحقيقي وما بين كل واحد بيدعي حاجة مش تخصه زي المهدي. الراجل دوت ربنا هيديله علم التصريف. ربنا أراد سبحانه وتعالى إن أنا يكون عندي في القناة بتاعت علم الإمام المهدي، وهنا كذلك ناس عندها علوم، ويا رب يكونوا من 313 زي الأستاذ سلطان اللي هو من المغرب، وأخونا أحمد اللي بيشوف رؤى من سنة 2000، وشمس الأصيل ربنا يبارك لها أنا معرفهاش، ومناسك الحج، والأستاذة صفاء وغيرهم. الناس دي ربنا فتح عليهم فتوح العارفين، وهقول لك ازاي. الفرق ما بين الامام المهدي ربنا اداله تصريفات، وهشرح لك يعني ايه تصريف. وكل ما اجي اشرح العلوم ديت للناس، الناس مش عاوزه تستوعب، او بتعمل وضع زي الحمايه، تيجي تفهمه الحقيقه تلاقيه هو بيصدق وبيهرب. الامام المهدي ربنا هيديله تصريف من اسم الله الأعظم اللي هو الله. لو انت بصيت وكتبت الله بحساب الجمل الكبير هيديك 66، وعدد حروف الله 4 حروف. هتقول 66 زائد 4 هيديك 70، وده نفس حساب ياسين. يبقى هو الراجل دوت ربنا سبحانه وتعالى اداله تصريف اسم الله، وأقول لك التصريف ده هيستخدمه ازاي. كذلك يا مهدي بتساوي 70، وكلمة كن بتساوي 70، وفيكون كن فيكون كن بتساوي لوحدها 70، فيكون ديت بحساب الجمل 166، وفيكون عدد حروفها 5. هنقول 5 زائد 166 هيدينا 171، نفس حساب علمي. يبقى هنا المسألة كلها مسألة علمية، ربنا هيدي للراجل ده علم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول آية نزلت عليه اقرأ. معظم اللي موجودين دلوقتي على الساحة وبيقولوا عن نفسهم الإمام المهدي ما لهمش دعوة بإقرأ، ولا ليهم دعوة بعلم، ولا يعرفوا يعني إيه تصريف اسم الله يكون معاهم. ولما يكون التصريف دوت هيكون معاه، ربنا هيدي للراجل دوت تصريفات، هيكون هو الخليفة مكانه، تطوى له الأكوان. ربنا هيطوي ليه الأكوان، ده الإمام المهدي الحقيقي. علمه العليم منطق الطير. منطق الطير، الطير هنا الروح، لغة الروح. وتحدثه الجبال، وتحارب معه وحوش الأرض وسبعها، وتخضع له مرضة الإنس والجان، وتطوى له الأكوان بعد أن عرف علم البيان. وعلم البيان دوت الأرقام والحروف اللي موجودة في القرآن الكريم. بسر الرحمن، وفي شهر العتق ينزل السر اللي هو الفرقان، ربنا يديله الفرقان في روحه، ويتجلى عليه رب الأزمان
وها هنا جفت الأقلام عن البوح بالسر فتى الفتيان، المخفي أمره في بئر الكتمان، وكنايته في الباطن مهدي آخر الزمن. يبقى الراجل ده هيكون معاه تصريف اسم الله، والكلام ده جديد بالنسبة لكم. وقلنا الله بتساوي 66 وعدد حروف الله 4، يبقى 66 زائد 4 يديك 70، نفس حساب ياسين ونفس حساب يا مهدي ونفس حساب كن. وهنا المقصود بالسبعين هنا اللي هو ياسين، اللي هو الروح اللي بتنتقل في كل، أو الروح اللي موجودة في البشر كلها. كنا قلنا قبل كده ان الروح بتساوي بحساب الجمل الصغير 20 وبحساب الجمل الكبير 245، يبقى المجموع 265 نفس حساب قائم آلي محمد. يبقى الراجل دوت ربنا سبحانه وتعالى هيديله تصريف كل شيء بسر اسم الله، لأنه هو الخليفة. ابن عربي قال لك علمه ليس مثيل ومنصبه جليل، ومن أراد التأويل فهو محمد العمل وعيسى الروح وموسى السحر وسليمان الجن وداود الحديد وإبراهيم أهله ويوسف الرؤى. هنعرفه من الرؤى، هو الراجل ده ما بيعرفش يفسر رؤى. ونون يونس ويحيى وزكريا وخضر السفينة وعلوم لم نصل إليها وأسباب ساد عليها نالته رحمة الله وفي نفسه غناه. ابن عربي قال لك ضرير الروح لا يرى وإن أبصر، وبصير القلب لو أغمض عينه يرى أكتر. يبقى هي القصة ديت عاوزة ناس عندها روح قوية، ناس صاحية بالعربي. والباقي اللي بيتابع القضية دول أو أصحاب القنوات أو إلخ، الناس دي يعتبر بالنسبة للعلوم ديت ميتين، لسه ما وصلوش. هو بيتكلم في علم هو لا يعلم عنه شيء، ولذلك عمال يخوض في قصص ألف ليلة وليلة وجعلها أسطورة. وهيجي وقت يتوقف. عندما تسعى إلى الوصول إلى الله تكون الروح هي المفتاح، تفتح لك آفاق لا يدركها العقل. أولياء الله يرون الكون بنور الله، وهو ده اللي احنا اتكلمنا عليه، التصريف بتاع الله. ويدركون أن السعادة الحقيقية لا تأتي إلا بالاستقامة والتقوى. طبعا الكلام دوت كلام كبير قوي، وده كان رد على الرسالة اللي أخونا كتبها على جروب أحباب الإمام المهدي عليه السلام. عاوز رأي حضراتكم في التعليقات، وما تنسوناش يا جماعة بالإعجابات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.